السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده مختلف شوية عن الفيديوهات اللي بنزلها معاكم. هنعمل ريفيو لعجان جانو لأي حد محتاج عجان يساعده في البيت. فده بجد اختيار مناسب جدا. هشارك معاكم كل تفاصيل العجان، ودي نتيجة استخدامه لمدة 3 أو 4 سنين. فيلا بينا نبدأ. ده شكل العجان عندي، بيفتح من الزرار ده كده، ان احنا بنتنين كده وبنرفعه، هو بيرفع لوحده. بس لو احنا عايزين نرفعه اكتر فبنشده احنا بايدينا لفوق. طبعا البولة بتاعته من الستانلس ستيل، وبجد خامتها حلوة جدا، والبولة واسعة. هو اولا عجان جانو 1200 واط، والحلة دي 7 لتر، فبتاخد حوالي من كيلو ونص ل2 كيلو دقيق. شايفين القطعة دي ستيل مش بلاستيك خالص. دي اللي احنا بنركب فيها القطع بتاعة العجان. بيجي معاه 3 قطع. بيجي معاه قطعة للضرب، اللي هو بتبقى زي مضرب البيض بس كبيرة، للكريم شانتيه وللبيض وكده. شايفين بيبقى فيها فتحة كده، بندخل فيها البوز اللي طالع ده وبنلفها، بتبقى ثابتة خلاص. في القطعة التانية اللي هو مضرب للعجاين اللي مش تقيلة، للبسكوت مثلا. ودي بقى القطعة اللي هي الهوك او الخطاف، دي بتبقى للعجاين التقيلة. طبعا هي من التيتانيوم اصلا، يعني بجد متينة جدا. ده عندي اهو، هو عبارة عن 5 سرعات، وفي نور، يعني هي الاول في نور، اول تكة نور، وبعد كده 5 سرعات. دي الفيشة بتاعته، بيجي بفيشة ثلاثية. وده معانا الغطا اللي بيمنع الطرطشة بتاعة الدقيق بقى او المية او اي حاجة، فهو ده بيتحط الاول، وبعد كده بنركب القطعة اللي احنا عايزينها. بيتركب بكل سهولة. ال4 كاوتشات دول ليهم مكان بيدخلوا فيهم وبيفضل ثابت. شايفين؟ ركبت اهو القطعة، وفعلا لو انتوا استخدمتوا اعلى سرعة مفيش حاجة بقى بتبهدل الدنيا، والعجان بيفضل نظيف. شايفين اول تكة بتبقى النور فيها ليد، دي بتبقى اول تكة. اول تكة بتبقى الليد، وبعد كده اول سرعة لغاية 5 سرعة. هعمل معاكم هنا عجينة، بس انا ما كنتش محتاجة عجينة كبيرة قوي، فاستخدمت يعني حوالي نص كيلو دقيق مثلا فيها. بس هو بيستخدم يعني انا لما بعمل فيه فطير مثلا، فبعمل فيه 2 كيلو بيتعملوا عادي خالص. شايفين؟ هنا بدأنا بقى بنزود من الفتحة بتاعة الكفر دي المية، او ممكن نزود دقيق، اي حاجة بنزودها من الفتحة دي. انا هنا بجرب معاكم السرعات كلها. شايفين العجان بقى وهو شغال؟ هو لما بنشغله على سرعة كبيرة قوي ممكن يتهز شوية، بس مش بيتحرك من مكانه، لان هو تحت في حوالي 6 أو 7 كاوتشات بتثبته في مكانه. هو ممكن يهتز شوية بس مش بيتحرك من مكانه. بس ده لو العجينة كبيرة قوي، يعني لو احنا مثلا استخدمنا 2 كيلو دقيق وعلى سرعة عالية، او ممكن هنلاقيه ان هو بيتهز شوية. شايفين؟ انا دلوقتي انا كنت مشغلاه على سرعة عالية، كنت مشغلاه على اعلى سرعة، وهو ده اهتزازه علشان طبعا العجينة فيه مش كبيرة قوي، فيعتبر ما بيتهزش اصلا. اما لو العجينة اكبر بشوية، لا بيحصل شوية اهتزاز، بس مش بيتحرك من مكانه. شايفين؟ احنا بنلف الحلة بتاعته عشان نخرجها، او بنلفها عشان نثبتها في مكانها. كده العجينة بتاعتي خلصت. العجينة بتاعتي حلوة قوي، وانا استخدمت كمية صغيرة، بس انا استخدمته كتير لكذا حاجة. بستخدم فيها 2 كيلو دقيق، بتعجنها بسهولة قوي. وبعد كده بنشيل القطع بتاعته ونمسحه ونحافظ على العجان بتاعنا.
بجد رأيي فيه ان هو كويس قوي، وكبديل يعني كبديل اقتصادي شوية عن كينود. يعني هو سعره اظن ان هو مش مكمل 8000، وبجد يعني مفيد جدا. اللي هيبقى في مقدرته ان هو يجيبه فعلا هيساعد قوي. واي حد بيدور على نوع عجان كويس يساعده في البيت، بجد جانو اختيار مناسب جدا ومش هتندموا عليه. وبس كده، دي كانت تجربتي مع عجان جانو. يا رب اكون افدتكم. اشوفكم فيديو جديد مع ريفيو جديد. سلام.